سلام عليكم. يلا النهارده هنعمل الفول المدمس بطريقه سهله وباللون المشمشي اللي مش هيتغير. نقعيه في يوم وبعد كده اغسليه وصفيه وحطيه. انا بحطه في حله الضغط. وبعد كده هاتي جزرتين متوسطين وابشريهم وحطيهم عليهم. طبعا ده بيساعد برضو على القيمه الغذائيه بتاعه الفول. بالاضافه الى الحاجات الاضافات التانية اللي هنضيفها، هنضيف معلقه سكر. وهنضيف 3 معالق بابريكا، ودي اللي هتتميز بيها اللون بتاعنا. وخليكي معايا في لاخر الفيديو، في حاجات مهمة لسه هتتقال. طبعا جبت 3 معالق كبار برضو من العدس وغسلاهم ومصفياهم وحطيتهم مع الخلطة بتاعت الفول اللي انا هشتغل بيها. وزي ما انا قلت لكم، كوني كده حاطه شويه ميه يغلوا اثناء ما انت بتحضري. وادى 3 فصوص توم مطحونين، حطيتهم برضو. وحطي بقى الميه المغليه اهي. زودي شويه عن السطح كده حبه علشان على ما يستوى يعني قوي ما يشطش منك. وفي نفس الوقت احنا عايزين يبقى فايض شويه ميه كده علشان يبقوا، بدل ما نزود الفول واحنا بنسخن، يبقوا حلوين كده ومع الفول لما يخلص. زي ما انت شايفة كده، انا يا دوب غطيته حاجة كده بسيطة. وهبتدي بقى اغطي الحلة بتاعتي واسيبه يعني حوالي ساعة ونص كده تقريبا. وبعد كده هبتدي ان انا اكشف عليه. هنا في نصايح بقى اهو، شايفين لونه مشمشي جميل جدا. اول ما خلص رحت مفضيه بقى بسرعه، دي التكه بقى المهمه. فضيه بسرعه في الحله اللي انت هتحفظيه فيها. ودي حله من الاواني اللي هي الصحيه، البلاستيك الصحيه اللي انا قلت لكم عليها، بتاعت درجة يعني رقمها 4 أو 5 بالكتيرة، اللي بتحمل درجة الحرارة. شايفين اللون المشمشي الجميل ده في الحلة اللي هي الآمنة، البلاستيك الآمن اللي أنا هحفظها فيه. فضيتها على طول، ما سبتهاش في الحلة. شايفين لونه محتفظ إزاي؟ أنا سبتها بقى في التلاجة، لما يعني سبتها بردت وبعدين شلتها في التلاجة. شايفين بقى لما طلعتها من التلاجة اللون المشمشي اهو زي ما هو، عاطي اهو زي ما هو، ما اتغيرش. الجزء اللي على السطح ده هقلبه بعد ما اخد الطبق بتاعي، اول طبق. لان ده هيبقى هو ده الميه اللي كانت زياده شويه، وهيديكي طبق الفول ما شاء الله الجميل ده. يلا دلعي سفرتك وافتحي نفسهم كده في كل الايام رمضان، كل سنه وانتم طيبين على الابواب. فابتدي بقى ايه كده، ظبطي الدنيا، افتحي نفس الواحد وهو بيسحر كده. وحتى من زي ما انت شايفه في السحور، في اي حاجه، احنا دايما ندلع سفرتنا. والجبنه دي احنا عملناها في البيت. يعني كل حاجة نحاول نوفرها وناكل مع بعض. أحلى فطار وأحلى سحور بالهنا والشفا. وده الفول المدلع وعليه زيت حار يا جماعة، بالهنا والشفا.